السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ورجعت لكم من تاني. انا حنان السيد، ودي قناتي، قناة متخصصة في الطبخ. اللي بيتابعني لأول مرة اهلا وسهلا بيك. ما تنساش لو عجبك المحتوى تدعمني بالسبسكرايب واللايك والشير عشان يصلك كل ما هو جديد، وكمان عشان الكل يستفيد. المقلوبة الفلسطينية، المقلوبة من أحب وأجمل وألذ الوصفات. اللي جربها أكيد عارف أنا بتكلم عن كوكتيل من خضار ورز لحمة فراخ. مناسبة جدا في الأيام الجميلة اللي احنا بنعيشها. مراسم حج، وقفة عرفات، عيد الأضحى المبارك. اعتمدوها وخلوها طبق كده يزين سفرتكم في العيد. كل عام وانتم بألف خير مقدما. وصفة لذيذة سهلة وسريعة، وهنفذها إن شاء الله معاكم النهاردة كمان بطريقة صحية مناسبة لينا. قبل ما ابتدي الوصفة احب افكركم بالمقاطعة، واحب افكركم ان انتوا كملوا واستمروا، وما تنسوش اخواتنا بالدعاء. ربنا يكون معاهم وينصرهم، وان شاء الله تفضل فلسطين حرة أبية. على النار في المية بتغلي، انا بكون غسلة اللحمة بتاعتي وبنزل بيها، وبحط عليها بصل، فصين من الثوم، وطماطمايه، واسيبهم على النار كده يغلوا لحد ما احس اني بدأ الزفر يطلع على الوش او الريم بتاعها. ابتدي شوية شوية كده اشيل. معلش يمكن الكاميرا ما جابتش الجزئية دي. بس هيبان مثلا يعني كده اهو، في بدأ يبقى في زي ريم كده على الوش. بنشيله واحدة واحدة لحد ما نحس ان الشوربة بتاعتنا بقت تمام، و يعني ما فيهاش اي ريم خالص. بحط بقى 3 أو 4 فصوص من الحبهان، وبحط عود من القرفة، وبحط الملح بتاعي، وبحط كمان فلفل وورق لورا او ورق الغار. هسيبها على نار بقى تغلي كده، وهدي خالص النار بتاعتي واغطيها، وهتاخد لها يمكن نص ساعة كده لساعة الا ربع كده. وطبعا ده متوقف حسب نوع اللحمة. لما نحس ان اللحمة بتاعتنا استوت يبقى تمام. بنشيلها من المرقة ونصفي المرقة ونخليها عشان هنستخدمها. في الأثناء دي، أثناء ما اللحمة بتستوي، أنا بجهز عندي بتنجان، قرنبيط، بطاطس، فلفل ألوان ده إضافي، فلفل حار اللي موجود عندي. هم مفروض بيقطعوها ترنشات وبيحمروها في الزيت. بس أنا اعتمدت في الوصفة بتاعتي عشان تكون صحية شوية، ميبقاش كلها زيوت، على الاير فراير. يعني دوبك بس كده تاخد معلقة زيت وندخلها، او ان انتوا تحطوها في صاج وتحطوا عليها برضو رشة زيت بسيطة خالص كده، وشوية من الملح او الفلفل او الكمون المتوفر اللي بتحبوه من البهارات، وتدخلوها في الفرن. بس تاخد كده شوية كده بحيث ان احنا نبتدي نستخدمها. بجيب حلة بتاعتي بقى واقطع ترنشات من الطماطم كقاعدة كده في الحلة، وببتدي اجيب بقى البتنجان وارصه بالشكل اللي انتوا شايفينه كده على جوانب الحلة بتاعتي. اهم حاجة معلومة مهمة جدا، لازم تكون الحلة يعني غير قابلة للالتصاق، عشان لما اجي اقلب المقلوبة بتاعتي تطلع كلها تمام. كمان نصيحة تانية برضو يمكن عشان ما تقعوش فيها، انا كنت بطبقها بالرز المصري او بالرز البسمتي الابيض. بيطلع القالب كامل مع بعض. انا المرة دي طبقتها، قلت اجربها بالرز البسمتي الاصفر. شوية بتبقى الحباية نعرف مفلفلة اكتر، فبالتالي بيبقى التطبيق لما بنيجي نقلبها ممكن يعني ايه تنهار شوية. بس مش مشكلة، هو التست كمان أهم يعني. بس هو عندهم الشطارة في القلبة نفسها يعني بتبقى مهمة. طيب الرز بتاعنا أنا حطيت عليه مجموعة من البهارات، هسيبها لكم في الديسكريبشن تحت، ما بين بابريكا وكركم، وحطيت شوية من الكزبرة وشوية من الفلفل وملح عشان اظبط الطعم بتاع الرز. وببتدي ارص كده، ما انا بعد ما رصيت البتنجان حطيت بطاطس زي ما شفتوا، وهحط الجزر، ودلوقتي بحط القرنبيط. ممكن قبل مرحلة من دول ان انا احط اللحمة بتاعتي، يعني في اي وقت ممكن احط اللحمة، احطها بعد ما احط الخضار، او احطها ما بين الخضار واكمل خضار تاني. حطيت دلوقتي الفلفل و
برضو شويت بصل وحطيته. المفروض كل الكلام ده يكون بتحمر، بس انا زي ما قلت لكم اعتمدت اكتر على الشوي عشان تكون صحية اكتر. ونزلت باللحمة بتاعتنا وكملت كده بقية الرز بتاعنا، نزلت بيه وغطيت بيه كل الخضار واللحمة. ممكن بقى في الوقت ده نحط طبق اثناء ما احنا بننزل بالمرقة بتاعتنا علشان مفيش حاجة تطلع على الوش. وبنحط معلقتين من الزيت وبنغطيها، وعلى نار اول ما تغلي معانا بمعلقة كده نعمل زي فتحات كده عشان المرق نتأكد ان هو يكون واصل لكل حتة في المقلوبة وتستوي براحتها خالص. نوطي النار خالص ونسيبها على النار وتاخد لها حوالي تلت ساعة، بتكون جاهزة تماما، يعني من ربع لتلت ساعة. وجات بقى اللحظة الحاسمة وهي لحظة القلب. بنجيب بقى طبق التقديم بتاعنا ونقلب الحلة عليه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ودي الطريقة الشهيرة بتاعتهم يعني. وما شاء الله بتطلع بقى طبعا، يعني هم أساتذة، يعني احنا منجيش حاجة صراحة. نقلبها ونكون مجهزين اللوز ونحمره كده شوية ونرشه عليها وشوية من البقدونس كمان. ونزين بقى زي ما احنا حابين. حطيت طماطم، حطيت كام طرنشة كده من الليمون، وكده بتبقى المقلوبة جاهزة معانا للتقديم. طبق بيتنسف فورا من كتر جماله وطعمته. تحية كبيرة من القلب لكل أهلنا في فلسطين، وتحية لكل أصحابي وأصدقائي من البلد الشقيق. يا رب إن شاء الله دايما فلسطين حرة أبية، ويا رب دايما يعم بالأمن والأمان والسلام على وطننا العربي كله. وكل عام وانتم بألف خير. يعني أيام جميلة إن شاء الله ربنا يكتب لنا فيها كل خير. وقبل ما اسيبكم بفكركم تاني بالسبسكرايب واللايك والشير وكومنت حلوة لو عجبتكم الوصفة. واستنوني في وصفات تانية قريب، والسلام عليكم.